ازيكم؟ حابه النهارده اتكلم معاكم عن حاجه كلنا بنقعد نقولها لنفسنا. انا شخصيه مضحيه، انا لازم ابقى شخصيه واثقه من نفسي. طيب تيجي نشوف كده ايه مواصفات الشخصيه المضحيه، او لو انا عايزه ابقى شخصيه مضحيه ايه المواصفات بتاعتها، ونقارن ما بينها وما بين الشخصيه الواثقه من نفسها. وبعد لما نقارن نشوف انا ممكن ايه يتناسب معايا اكتر. طيب الشخصيه المضحيه بالنسبه لها الاهتمام هو مفتاحها. هي شايفه ان انا لما ادي اهتمام في طول الوقت وعلى طول فانا كده انسانه كويسه. طيب الشخصيه اللي واثقه من نفسها بتبص للاهتمام ازاي؟ بتبص للاهتمام ان هو جزء بدي مقدار معين في وقت معين، اهتمام لظروف معينه، مش على طول، مش طول الوقت. حاجه كمان جلد الذات، تلاقي الشخصيه المضحيه على طول اي موقف يحصل لها تقول انا اللي كنت غلطانه، انا السبب، وتقعد تجلد في نفسها. نشوف الشخصيه الواثقه من نفسها لا، بتقدر الامور بقدرها، بتشوف لو انا غلطانه في جزء ففي جزء تاني انا صح فيه، وتبدا تحط لنفسها انا غلطت في كذا فخلاص يبقى المره الجايه مش هعمل. طيب ايه كمان؟ تلاقي الشخصيه المضحيه عامله سواء الشخص اللي بترتبط بيه او شغلها او حاجه واحده بس هي محور الكون بالنسبه لها، تبقى مركزه على حاجه واحده بس، مركزه على اولادها يبقى اولادها بس، مركزه على شغلها يبقى شغلها بس، مركزه على الانسان اللي هو مرتبط بيه يبقى هو وبس. يعني محور الكون هو شيء واحد وفقط. على العكس الشخصية الواثقة من نفسها بيبقى عندها محاور للكون، عندها ولادها، عندها جوزها، عندها شغلها، بيبقى فيه كذا محور، عندها نفسها وده أهم من المحور، بتبقى بتديله قدر كبير من وقتها، وبالتالي في محاور متعددة لأكوان مختلفة حواليها. طيب ايه كمان في الشخصيه المضحيه؟ الشخصيه المضحيه دايما اخذه الامور كلها على اعصابها، دايما تلاقيها متوتره، دايما تلاقيها مضغوطه، لانها طول الوقت هي مطالبه نفسها بان انا لازم اضحي ولازم ادي ولازم اهتم ولازم لازم لازم. على عكس الشخصيه الواثقه من نفسها بتدي كل شيء بمقدار، بمعنى بتلاقي اعصابها اهدى، بتقدر الامور بقدرها، حصل لها موقف صعب بتحط الموقف، بتحط له الظروف المناسبه على قد الموقف بتاعها. دي كده كانت مقارنة سريعة ما بين الشخصية المضحية والشخصية الواثقة من نفسها. كل حد فينا يشوف هو محتاج ايه، محتاج الشخصية دي ولا محتاج الشخصية دي، ولو هو شخصية من الاتنين محتاج اطور فيها ولا محتاج اغيرها، واشوف ايه مناطق الضعف اللي فيها وابدا اغيرها. مستنية مشاركتكم، مستنية تقولوا لي انتوا شايفين نفسكم في انهي شخصية من الاتنين، انهي شخصية متناسبة معاكم اكتر. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حسن.